في أول حلقة في سنة 2017 أحب أوجه كل الشكر والتحية والتقدير لكل واحد سمع حلقة ولو حلقة واحدة بس من حلقاتي. كل واحد عمل لايك أو شير أو حتى أنلايك، وإن كنت أتمنى لو كان قال لي ما عجبتوش ليه. كل واحد عمل اشتراك معايا في القناة. كل واحد صاحب جروب على الفيس وافق على نشر حلقاتي على جروبه. انتوا السبب الرئيسي لوجودي دلوقتي وتسجيلي للحلقة دي. من كل قلبي بجد شكرا. تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. اسبوع لطيف بدون احداث ساخنه، باستثناء ان الزمالك كان عنده مدير فني مصري و3 مدربين اجانب على الويتنج ليست. في النهايه اتحققت امنيتي الشخصيه ببقاء حلمي، واللي مش متوقع عن نفسي استمراره لوقت طويل. حلمي صرح تصريح غريب جدا انه لو ما كسبش ماتش السوبر هيعتزل التدريب نهائي. والله ما سمعتها من جوزفالدو فيريرا وهو كسبان دوري وكاس. بس هو انا سمعت التصريح ده فين؟ ايوه، سمعته من مؤمن سليمان قبل ماتش سان داونز لما قال انه لو ما كسبش بطولة افريقيا هيستقيل. مبروك على الاهلي كاس السوبر، مع السلامة يا حلمي. هتوحشنا والله هتوحشنا. جهزوا كالتيرون. معروف يوسف خلاص بح. الى كل الاخوة اللي كانوا بيهاجموا معروف وبيتهموه بالبطء وانه لاعب كتيان، وعلى رأس الاخوة دول الكابتن العظيم السير رضا عبد العال. والنبي اتفرجوا على الزمالك من غير معروف يوسف وقولوا لي رأيكم. اتفرجوا على فرقة ما فيهاش لاعب واحد عنده قدرة اعلى من باقي فرق الدوري المصري في الاستلام والتسليم، وعنده القدرة على انه ينزل يستلم من خط الظهر ويتحرك بالكرة لقدام. عنده القدرة انه يحتفظ بالكرة تحت رجليك لأطول وقت ممكن. يا شباب، بديل معروف يوسف الوحيد هو صلاح ريكو. بالله عليكم مش محتاجة فزلكة. هو الزمالك محتاج ايه في صفقات يناير؟ مستني رأي كل واحد فيكم. الزمالك محتاج دعم في اي مركز، ومين الاسامي اللي ترشحوها؟ انا لسه شايف ان الزمالك في حاجة مسة لرأس حربة. مرعي وجمعة وصلاح امين اهم واقوى 3 في الدوري المصري. او تشتري افريقي مجرب في اندية شمال افريقيا، وبلاش نلعب على ضربة الحظ. باسم لسه ما جددش وشكله مش هيجدد، مش عارف ليه. يبقى نستغل موضوع الاستبدال ده، وان كنت انا شخصيا ضده، لكن نريح جعفر في نادي تاني ومايوكا مامته بتنادي عليه يروح لها، ونظبط الاداء بقى بواحد من الاسامي دول مع مهاجم افريقي محترم، ونرجع خالد قمر وجبرت على كده، ونكمل الموسم للاخر وان شاء الله خير. حلقة سريعة وصغيرة لان زي ما قلت اسبوع اصلا كان فاضي. طمعان منكم في لايك وشير واشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. بمناسبة مرور يوم 5/1 عيد ميلاد الزمالك، كل سنة وكل ما هو منتمي للأبيض الملكي بخير. كل سنة وزمالكنا
بخير. كل سنة وانتوا بخير.